يا مسهل الحال يا رب. لأ نركّز بقى شوية بالله عليكم، عشان إيه، حوار سرقة القنوات ده بقى شغل عند ناس، يعني بقت في ناس شغّالة شغلانة تسأله أنت شغّال يقول لك باسرق قنوات. ركّز معايا، إزاي تحمي قناتك من السرقة؟ يعني عشان سألت السؤال ده كتير أوي، إزاي يا محمد يا علاء أحمي قناتي من السرقة؟ أول حاجة الaccount بتاعك أو account الجيميل بتاعك ما فيش مخلوق يعرف الID بتاع الaccount ده. يعني أنت مثلًا أكونتك اسمه مثلًا أحمد ياسر 7070@gmail.com مثلًا، سامحوني لو في حد اسم الأكونت بتاعه كده، بس أنا بادّي مثال والله. الاسم ده أو الأكونت ده أو اسم الأكونت ده ما حدش يعرفه غيرك. يبقى لو أنت بتصوّر ما تظهرش الID بتاع الأكونت ده وأنت بتصوّر. في بعض الناس ما عندهمش ضمير ممكن يسرقوا الحساب عن طريق حاجة زي كده. تاني حاجة باسورد القناة أو باسورد بتاع الجيميل بتاعك، حاول خلّيه أرقام ما لهاش دعوة ببعضيها، وفيه حروف كبيرة وصغيرة، وفيه رموز زي الهاشتاج أو الآت أو النقطة أو المسطرة. ليه بقى باقول لك كده؟ لإن ببساطة شديدة ده بيصعّب من عملية السرقة. في ناس كتيرة أوي بيبقوا عاملين باسوردات قنواتها برقم التليفون، يا أنت كده ناصح يعني؟ طب ما في ناس ممكن زمايلك والّا حاجة عارفين رقم تليفونك، ولعلمك عادي ممكن الغدر ييجي لك من أقرب الناس ليك، ممكن ييجي لك من زمايلك، ييجي لك من صحابك، ييجي لك من إخواتك. لو حد فيهم مش حابك والّا حاجة، فممكن يسرق قناتك. فحتّة إن أنت تعمل باسورد القناة لازم يكون باسورد ما حدش يتوقعه، تعمل أرقام ما لهاش دعوة ببعضيها، فيها رموز، فيها هاشتاجات، ده رقم 2. رقم 3 مش أي تطبيق في التليفون تحمّله تخش بيه بأكونت الجيميل بتاع قناتك كده مرّة واحدة، لأ. طب نعمل إيه؟ تخلّي في أكونت جيميل ثانوي، أنت مش عايزه، أنت عامله كده يا دوبك بس أخش بيه مثلًا في لعبة طالبة منّي أكونت جيميل أحط فيه لكن أكونت الجيميل بتاعك يكون مخصص لخدمات جوجل ويوتيوب. يعني يوتيوب، جوجل فيلمز، جوجل درايف، مثلًا جوجل، يعني أي حاجة خاصة بجوجل يكون الأكونت ده فيها. الأكونت بتاع القناة ده ما لوش دعوة بأي حاجة تانية. يعني أنت مثلًا بتلعب مثلًا PUBG، PUBG أهي مع إنها شركة موثوقة وشركة عالمية والكلام ده كله، ما تخشش بأكونت القناة. أكونت القناة من اسمه ده الأكونت بتاع القناة، ما لوش دعوة بأي حاجة تانية، لإن في بعض المواقع وبعض البرامج بنسميها البرامج الخبيثة. تحط فيها الأكونت بتاع الجيميل بتاعك، قناتك دي مع ألف سلامة لإن أكونت الجيميل بتاعك اتسرق، فكده سرق هو أكونت الجيميل بتاعك، يبقى أيوه سرق الأكونت بتاعك أو سرق قناتك. لو جينا دلوقتي فتحنا الجيميل، يعني أنا هافتح دلوقتي الجيميل قدّامكم لسبب معيّن تمامًا. يوتيوب لو عايز يتراسل معاك أو عايز يبعت لك حاجة، نركّز والنبي يا جماعة معلش عشان الموضوع ده مهم. في بعض الناس بيعملوا أساميهم نفس أسامي اليوتيوب، بس بيبقى مخلّي حرف صغير، عامل مسافة في حتّة ما تبانش، مش عارف إيه، فبيبان لك إن الرسالة دي جاية من اليوتيوب، بس اليوتيوب ما بعتلكش حاجة. وبالتالي بنسبة 900.000 مليون في المِيّة اللي بعت لك الرسالة دي هو عايز يسرق قناتك. يوتيوب لمّا بيعوز يتواصل معاك، لو جينا مثلًا الرسالة دي هتنزل حضرتك بُص هتلاقي إيه، من يوتيوب creators. لأ ده كده دي تبع اليوتيوب، بُص عاملة إزاي، يوتيوب creators ودايمًا تلاقي دايمًا في الرسالة دي جنبيها. ده كده رسالة رسمية من اليوتيوب، دي ما فيهاش نقاش، دي خلاص دي كده بتاعة اليوتيوب، أهو زي ما أنت ما شايف. تمام، طب أعرف منين برضه كمان، أعرف منين برضه كمان، لو جيت يعني بُص، أنا عن نفسي رافض إن أنت تدوس على أي رابط، بس عشان أعرف إن الرسالة دي جاية لي من اليوتيوب والّا لأ، أول حاجة أتأكد مليون في المِيّة من الاسم، دايمًا بتلاقي أول حرف capital وتاني حرف capital. تمام، يبقى ده من تبع يوتيوب creators. طيب برضه في حاجة تانية، ممكن يوتيوب ييجي لك برضه عن طريق اليوتيوب نفسه، لو أنت دخلت من هنا أهو، بُص هتلاقي برضه نفس العلامة بتاعة اليوتيوب، أهو زي ما أنت ما شايف، نفس العلامة. ليه؟ ده كده دي كده رسالة رسمية من اليوتيوب، دي ما تقدرش تحوّر فيها. لكن اللي عايز يسرق قناتك لمّا بيبعت لك رسايل، بيبقى أولًا الaccount أو الحتّة اللي وريتها لك دي ما بتكونش موجودة، بيبقى اسمها كلام عبيط كده @gmail.com. فمن الآخر دايمًا خُد بالك برضه هتلاقي أغلب اللي بيسرقوك من الهند، من آسيا، يعني دول بيبقوا هم عتاولة في الحتّة دي. فأنت ما تخلّيش حد يضحك عليك، ما تخلّيش أي حد يستعبطك، جوجل أو يوتيوب أو ما خلافه لو عايزين يتراسلوا معاك، دي الأكونتات الرسمية بتاعتهم. شايف الشكل بتاعها من الجنب عامل إزاي؟ ده كده أكونت رسمي تابع لجوجل. وهناك برضه نفس القصة، يعني أنت برضه لو نزلت تحت كده، تم الإرسال بواسطة كذا، هتلاقي .google.com accounts.google.com، يعني حتى التوقيع تم بواسطة جوجل. لو جينا هنا أهو برضه عند يوتيوب يوتيوب مثلًا shopping هي كده تبعهم. تمام، لو دوست هنا أهو هتلاقي تم الإرسال بواسطة كذا، تم التوقيع بواسطة كذا.
youtube.com. كده انا افهم ان الرساله دي جايه لي من اليوتيوب كده. اصل خد بالك يوتيوب لو عايز يتراسل معاك بيبعت لك عن طريق الجيميل، انما اللي بيبقى عايز يسرق قناتك بيحاول يقلد اليوتيوب في كل حاجه، بس برضه هتوقعه انت بالحركه دي. يعني اي رساله تجيلك انت شاكك فيها خش كده اهو وبص كده اهو، لا ده تم التوقيع بواسطه youtube.com، ده الموقع الرسمي نفسه هو اللي موقع. ده ما حدش يعرف في العالم يعملها دي. تمام. تم الارسال بواسطه في الاخر تلاقيها google.com. فخد بالك مش اي رساله تجيلك على الجيميل تدوس على الرابط، لا، شوف جات لك من مين. طبعا بحكم انا عن نفسي لو جات لي رساله من يوتيوب انا عارف، لان انا كده كده جاي لي من يوتيوب اكتر من 600 رساله. تمام. يعني احنا مثلا لو دخلنا هنا في يوتيوب كرييتورز انا جاي لي من اليوتيوب كام رساله، يعني اهو 326 رساله. فمن الاخر انا عارف يوتيوب لما بيبعت لي. انما لو انت اول مره يبعت لك رساله، بص هتلاقي اليوتيوب.com جوجل.com دي كده الاكونتات الرسميه التابعه لجوجل ويوتيوب. بس يا شباب سلام عليكم، باي باي، وافتكر دايما ان قناتك بتعتمد على ذكائك في عدم سرقتها. لو اتسرقت يبقى انت كده الحرامي ضحك عليك. سلام عليكم.